جدار الامعاء. احنا خلاص اتاكدنا ان ده عنده ارتشاح جدار الامعاء، او عنده مثلا صدفيه او روماتيزم او مشكله كبيره مناعيه او عصبيه، واحنا خلاص اتاكدنا ان هو عنده مشكله في جدار الامعاء. دلوقتي هنتكلم على العلاج. قبل ما نبتدي البروتوكول بتاعنا لازم اقول حاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه، حضرتك دلوقتي عندك شقه، عندك بيت كلها مكسره، يعني الارض مكسره، الحيطه مكسره، التويلتس مكسره، المطبخ، كل حاجه في البيت مكسره. هل من الافضل ان انا ادخل عامل واحد عامل ينظف ويصلح الشقه، ولا الافضل ان انا اجيب مجموعه من العمال ادخلها كلها مره واحده للشقه تظبطها لي؟ لا، هو الافضل ان انا ادخل مجموعه من العمال، لان اصلا عامل ممكن واحد يدخل يصلح لي الحيطه فيكسر لي الارض، التاني يدخل يعمل لي الارض فيكسر لي الحيطه اللي هي كانت متصلحه. فالافضل ان انا ادخلهم كلهم مع بعض. بالظبط هو زي البروتوكول اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، لازم نعملهم كلهم مع بعض بشكل مكثف جدا. طيب بالنسبه للحاجه الثانيه، طبعا انا بقول ان هو اسبوع للناس العاديه، الناس اللي هي ما عندهاش اعراض خطيره، ما عندهاش امراض مناعيه مثلا او امراض عصبيه مثلا شديده، خلاص كده لمده 7 ايام. طب لو حد عنده مرض مناعي كبير، يعني مثلا حد عنده روماتيزم، حد عنده الصدفيه، حد عنده مثلا هاشيموتو، لا احنا بنلتزم بالبروتوكول ده، ممكن يوصل ل4 شهور ل6 شهور كمان. اول اسبوع بيبقى مكثف جدا، بعد اول اسبوع او بعد 10 ايام ممكن نقلل شويه، يعني ممكن شويه ندخل حاجات تانية، نظبط حاجات تانية، بحيث ان المده طويله مش هقدر التزم بالبروتوكول المكثف ده للمده الطويله دي. لكن ما يكتفيش بس بالاسبوع، لازم ياخدها مثلا على الاقل من 4 ل6 شهور تبعا للحاله الصعبه بتاعته.